يا حلوين، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هاخدكم معايا روتيني بعد المدرسة. طبعا النهارده او حالا يعني الساعة 2:10، يعني بعد المدرسة. طبعا جيت ودلوقتي هجهز عشان عندي دروس، عندي درسين، فيزياء وعندي رياضة. فانا كده كده مجهزه الاوتفيت، تمام، ومجهزه الشنطه بتاعت انا رايحه دلوقتي فيزياء، اوكي. فمجهزه شنطتي، فدوبك ايه هعمل ايه بقى، هعمل ايه؟ هصلي الظهر وهلبس، وتعالوا بقى نشوف هنعمل ايه، علشان انا حاسه ان انا متاخره جدا 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 جدا. وهنجهز كمان ونعمل حاجات كتير قوي كده. في حاجات لسه محطتهاش في الشنطه فهحطها. طبعا يا جماعة خلاص أنا جهزت نص اللبس، يعني أنا لبست نص اللبس. هلبس بقى الحلق ده قبل ما ألبس الطرحة. لحظة أوريهولكوا، بجد تفاصيله تحفة. شايفين؟ يا رب تكونوا شايفينه كويس، بس أنا هحاول أوضحه. مش عارفة أوضحه بجد، بس هو حلو قوي فهلبسه بقى. لبست يا جماعة الحمد لله. قعدت ساعة ألبس حرفيا بجد. وشنطتي جاهزة الحمد لله. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هصلي الظهر، لسه ما صليتش. بجد يا جماعة والله نفسي الاقي وقت احكي لكم على ستوري تايم قد ايه الصحاب غدارة. مفيش حد والله العظيم بقى كويس الا قلة قليلة حرفيا. انا دلوقتي اصلا عايزة اصلي الظهر، يعني انا مش فاضية حرفيا، وعايزة اكلمكم بجد. شوفوا، انا عدلت السرير النهاردة وبرضه اتعمل تاني. المهم، عايزة اكلمكم عن الصحاب الغدارة. عايزة اقول لكم ان في ناس وقت لما مثلا بيكونوا ما بينكوا زعل وتيجوا تفضفضوا خلاص، بيطلعوا يا جماعة كمية غل. يخرب بيت الناس دي، والله العظيم ناس اعوذ بالله منهم. يا رب بعدنا عن اي حد مش كويس يا رب. المهم يا جماعة دلوقتي انا خلاص جهزت وهلبس وهصلي وهنزل عشان رايحة درس الفيزياء. خلصت صلاة يا جماعة خلاص، واخدت الشنطة اهي وجهزت. تمام، دلوقتي بقى هنزل. طبعا هلبس الشوز الاول قبل ما انزل، وهمشي بقى. هنا بقى خلاص كنت مستنية علشان اخش الدرس. فضلت مستنية كده حبة حلوين يعني على ما ادخل الدرس وكده علشان احضر الحصة. وفي الاخر الحمد لله يعني دخلت بسلام الحمد لله. المهم بقى كنت عايزة احكي لكم حاجة كده حلوة قوي، او هي حاجة مش حلوة، هي حاجة حصلت معايا وانا من زمان نفسي احكي الموقف ده يعني. يعني في كذا حاجة حصلت معايا كده من ناحية الصحاب الغدارين. طبعا هاحكيها لكم وانا ماشية الطريق الطويل ده، فهاحكيها لكم كده بسرعة لحد ما اوصل هناك على اول الطريق علشان هركب. عمركم حسيتوا او عمركم جربتوا شعور ان انتوا مثلا تكونوا ايه اللي هو مش بتغلوا من حد؟ فاهمين قصدي ايه؟ يعني انا مثلا كان ليا واحدة صاحبتي، البنت دي ما كنتش باحس معاها بالارتياح خالص. كانت دايمًا باحسها معارضاني في كل حاجة. كانت دايمًا لما أنا أقول لها أنا هاعمل كذا وتكون حاجة حلوة بتحبطني، تقول لي أنتِ مش هتنفعي. بجد يا جماعة كانت بتقول لي بنفس الكلمة، بتقول لي بنفس اللفظ أنتِ مش هتنفعي، بتقولها كده. فاللي هو ليه أنتِ بتعملي كده؟ يعني مثلًا أنا لو حد قدامي قال لي أنا هاعمل حاجة كويسة أو هاعمل حاجة حلوة هاشجعه أقول له برافو، إن شاء الله تنجح، إن شاء الله مش عارفة إيه. يعني أنا مثلًا ليّا واحدة صاحبتي، مثلًا هي دلوقتي أكبر منّي، بس هي صاحبتي يعني. المهم البنت ديّة يعني كانت بتعمل حاجة وأنا كنت باشجّعها، فأنا كنت المفروض ألاقي اللي يشجّعني برضه على حاجة حلوة لمّا آجي أقول له عليها. يعني مثلًا كنا في حتّة لمّا إحنا طبعًا في تانية ثانوي، لمّا كنت باختار بقى أخُش علمي والّا أدبي، البنت دي هتخُش علمي. يعني البنت صاحبتي دي اللي أنا باقول لكم اللي أنا مش باحس معاها بالارتياح، دي هتخُش علمي. المهم أنا هاخُش علمي أنا كمان، لإني ليّا كُلّية معيّنة في دماغي عايزة أخُشّها من علمي. طبعًا على حسب أنت الكُلّية اللي أنت عايزها هتختار من خلالها بقى تخُش علمي والّا أدبي، على حسب يعني مزاجك، وعلى حسب الكُلّية، وعلى حسب حلمك، وعلى حسب كل الكلام ده.
فأنا لمّا قُلت لصاحبتي بقى إيه، أنا هاخُش علمي يا جماعة قعدت تقول لي: "أنتِ مش هتنفعي." طَب ما أنتِ داخلة علمي، يعني أنتِ اللي هتنفعي بقى؟ بجد أنا اتعصبت جدًا يا جماعة، وده مش أول موقِف يبان منها إن هي بتغِل منّي أو بتكرهني، لأ ده حصلت مواقف كتير أوي قبل كده، ودايمًا تطلّعني لمّا نتعاتب مثلًا أنا وهي أمّا نكون متخانقين مثلًا، دايمًا تطلّع لي أنا الغلطانة، أنا اللي وِحشة، أنا السيئة. وهي دايمًا تكون هي الحلوة، فحتّة إن أنا هاختار علمي والّا أدبي دي حاجة ترجع لي، دي حاجة مش هتقلل منّي سواء اخترت ده أو ده، وعلى حسب الكلية اللي أنا عايزاها وعلى حسب حلمي، مش هييجي واحدة أو أي حد كده ييجي يقول لي أنتِ خُشّي كذا عشان أنتِ مش هتنفعي في كذا، فدي نهاية القصة يعني. يا جماعة أنا جيت من الدرس اتغديت وهاصلّي العصر وهاروح الدرس التاني وكده أبقى عندي درسين في اليوم وخلاص. الحمد لله يعني أبقى كده خلصت دروسي هبدأ صلاة بقى. يا جماعة أنا خلصت صلاة خلاص والساعة إلا 10 هحط كتبي في الشنطة وهمشي. يا جماعة بقى أنا عملت فشار وخلاص كده يكون فيديو النهاردة خلص.